في الفيديو ده هنتكلم عن طريقة عزل قطع الكونكريت بالورنيش المائي. بس قبل ما نبدأ لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير علشان يوصل لناس تانية كتير. خطوة الورنيش دي بتكون الخطوة اللي بتحصل بعد ان انا الون القطعة بألوان خارجية او بعد ما القطعة تنشف خالص لو انا بلونها بألوان داخلية. دي كده بتكون شكل علبة الورنيش. هو ورنيش بيور مائي وأشهر ماركة فيه بتكون JLC هنجيبها من عند الموان. ولازم نتأكد إن هو مائي علشان بيكون فيه الأنواع تانية زي الأخشاب والزجاج وهكذا. مائي ده يعني الوسيط بتاعه بيكون مائي يعني بنخففه بالمية زي الألوان برضو اللي احنا استخدمناها كلها كانت الوسيط بتاعها مائي زي البلاستيك الأبيض واللؤلؤي والأكليرك برضو كل دي ألوان مائية الوسيط بتاعهم بيكون مائي فلازم نستخدم ورنيش مائي. الورنيش بيكون لونه أبيض كده بس أصلا هو شفاف يعني لما بنحطه على القطعة ما بيغيرش لونها خالص بتفضل اللون اللي هي عليه. ليه بقى احنا بنستخدم الورنيش المائي؟ أهم استخدام للورنيش إن هو بيعزل القطعة وبيحافظ عليها. يعني إيه؟ يعني بيديها طبقة حماية، بيعمل على القطعة طبقة شفافة كده بتحمي القطعة وبتحمي اللون كمان اللي احنا لونا بيه القطعة سواء كان ألوان داخلية أو خارجية عشان لو القطعة بعد كده جه عليها أي مَيّة ما تبوظش، فالورنيش بيحمي القطعة وبيدّيها طبقة حماية شفافة. تاني حاجة بقى إن هو بيضيف للقطعة لمعة حلوة جدًا زي ما هنشوف مع بعض، فسر بقى اللمعة القوية للكونكريت اللي إحنا بنشوفها بتكون بسبب الورنيش المائي. وطبعًا الورنيش بيكون ليه استخدامات تانية برضه زي إن إحنا بنلزق بيه أحجار الشجر وبنلزق بيه برضه ورق الدهب أو الفضة. هاجيب بقى علبة وهاحط فيها معلقتين من الورنيش. وبعد ما ناخد من العلبة هنغطيها علشان ما ينشفش. بعد كده بقى هخفف الورنيش بالمية فهحط على معلقتين الورنيش معلقتين من المية. ليه احنا بنخفف الورنيش بمية؟ علشان تقل طبقة الورنيش هيخلي القطعة مهما سبتها تنشف هتكون القطعة بتلزق معايا واللون هيطلع هو وطبقة الورنيش والقطعة هتقشر فلازم نخففه بالمية. الخطوة دي مهمة جدا. احنا كده حطينا معلقتين ورنيش وعليهم معلقتين مية وهنقلبهم بقى كويس مع بعض وده كده بقى القوام بتاعه. دي بقى الأطقم اللي هنورنشها بعد ما القطع خرجت من القوالب وسبتها تنشف وتجف كويس اللي هو وقت الجفاف بتاع القطع. في الصيف بيحتاج من 3 ل4 أيام وفي الشتاء بنحتاج من 7 ل10 أيام للقطعة. بنبدأ بقى نلونها وبعدها بنسيبها تنشف كويس. الأفضل إن أنا أسيبها يوم قبل ما أبدأ أورنشها ولو مستعجلة عليها يبقى الأفضل أسيبها حوالي أقل حاجة مثلا 3 ساعات. ولازم أتأكد إن اللون نشف كويس عشان لو ما كانش نشف وأنا باحط الورنيش اللون هيطلع في الفرشة وهيبوظ القطعة كلها، فلازم أتأكد إن القطعة نشفت لو أنا مستعجلة عليها وهابدأ أورنشها بعد كام ساعة من التلوين. بس الأفضل زي ما قلنا إن إحنا نسيب القطعة تنشف يوم بعد ما لوناها وبعد كده نبدأ نورنشها. أول خطوة بقى بنعملها قبل ما ألون القطعة أو قبل ما أحط ورنيش على القطعة هي إن أنا لازم أمسح القطعة بالفرشة أو بالمنديل علشان لو عليها أي تراب أو شوائب يروح منها وما يبوظليش اللي أنا هاعمله، فالخطوة دي مهمة جدًا نعملها في كل القطع. هنحتاج بقى فرشتين للورنيش، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة علشان أعرف أدخّلها القطع الرفيّعة، وفُرَش الورنيش لازم تفضل في المَيّة على طول حتى بعد ما بنخلّص شغل بيها لازم تكون في كوباية فيها مَيّة كده علشان لو سِبناها من غير مَيّة الفُرَش هتبوظ، والفُرَش اللي بنستخدمها في الورنيش ما ينفعش إن إحنا نلوّن بيها، فخصّصوا فرشتين يكونوا للورنيش بس وما تستخدمهمش في التلوين، وأفضل فُرَش نستخدمها هي فُرَش الmakeup. هابدأ بقى أورنيش كوستر المروحة ده وهاتعامل مع الورنيش أكننا بندهن القطعة بالضبط. هنورنش في اتجاه واحد واحاول ما اخليش أي زيادة للورنيش على القطعة. شايفين اللمعة بتاعة القطعة بقت عاملة إزاي؟ اللون الأسود كان مَط، مجرد ما حطينا طبقة الورنيش بقى بيلمع جدًا. كده دي أول طبقة للكوستر. هاورنش بقى باقي القطع بنفس الطريقة، والقطع بقى بتحتاج من طبقتين ل4 أو 5 طبقات من الورنيش، بس أقل حاجة بيكون طبقتين، ولو حابين تخلّوا القطع فيها لمعة أكتر زوّدوا الطبقات عادي حسب ما تحبوا لحد 4 أو 5 طبقات حسب ما تحبوا اللمعة بتاعة القطعة تكون عاملة إزاي. بس لازم تخلّوا القطعة تنشف كويس بين كل طبقة والتانية، نتأكد إن القطعة نشفت، بعدها نعمل الطبقة التانية وهكذا، والطبقة بتنشف في حدود ربع ساعة أو أقل.
الطقم الموف ده بقى كنا عملناه مع بعض بتكنيك التنقيط، أنا لونته الأول بالموف وبعد ما نشف خالص عملت تكنيك التنقيط عليه باللون الأبيض، وبعدها بيوم بدأنا نورنشه. طبعًا القطعة بندهنها بالورنيش من جوه كمان. كده أنا خلّصت أول طبقة ورنيش لكل القطع اللي معايا، ولمّا اتأكدت إنهم نشفوا هابدأ أحط الطبقة التانية، وأنا حطيت 3 طبقات من الورنيش على كل قطعة، عدد الطبقات براحتك حسب اللمعة اللي أنتِ عاوزاها، بس أقل حاجة يكون طبقتين زي ما قُلنا. بعد ما دهنت بقى القطع 3 طبقات وسِبتهم ينشفوا، هندهن برضه ضهر القطع 3 طبقات زي ما عملنا في الواجهة، وبين كل طبقة والتانية هاسيبه ينشف. هاورنش ضهر كوستر المروحة كده أكني بالوّن، وبرضه هاعمل المبخرة زيه بالضبط، وهاكمّل باقي القطع زيّهم بالورنيش. وده كده شكل القطع بعد ما خدت 3 طبقات ونشفت خالص. شايفين بقى الورنيش إزاي حوّل شكل القطعة وخلّاها بتلمع إزاي؟
بعد بقى ما القطع خدت طبقات الورنيش ونشفت ابدأوا بقى زينوها. حبيت برضو أوريكم الورنيش على القطع اللي احنا لوناها ألوان داخلية. احنا بعد ما سيبنا القطع تنشف وتجف كويس في الأيام اللي ذكرناها سواء كان في الصيف أو في الشتاء، بعدها بقى هنجيب القطع وهننضفها بالفرشة علشان لو عليها أي تراب أو شوائب، وهنعمل الخطوة دي في باقي القطع برضو. هبدأ بقى أعمل الكوستر الأخضر ده، بس الأول نشفت الفرشة بمنديل من المية اللي كانت فيها، وهاخد شوية من الورنيش في الفرشة وهبدأ أتعامل أكني بدهن القطعة وهمشي في اتجاه واحد برضو. شايفين بقى الفرق اللي حصل للقطع بمجرد ما حطينا الورنيش عليها؟ القطعة بقت أكنها قطعة رخام أو سيراميك بالظبط وأحلى منهم كمان. هندهن بقى باقي القطع بنفس الطريقة كده وهديهم برضو 3 طبقات في كل وجه، وهستنى القطع تنشف بين كل طبقة والتانية. وبعد بقى ما القطعة بتاخد طبقات الورنيش بنسيبها تنشف كويس، ولازم استنى يوم بعد الورنيش قبل ما اغلف اي قطعة علشان نتأكد انها نشفت كويس جدا وما تقشرش مني. ودي كده كانت القطع بعد ما خلصت واتعملت 3 طبقات في كل وجه. وبس كده خلصنا، دي كانت طريقة عزل القطع بالورنيش. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير. ولو انت بقى ناوية تبدأي الكونكريت صح من الصفر وتحوليه لمشروع خاص بيكي، أنا عاملة كورس كامل هيعلمك الكونكريت خطوة بخطوة. ولو حابة تعرفي تفاصيل أكتر هسيبلك اللينك في صندوق الوصف وكمان في أول كومنت.